مرة تانية كورة في ال90 مع إبراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا كابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي. يا كابتن طارق صباح الورد. طبعا الفل والورد عليك يا ايمن. كابتن طارق عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشني انت وحشني والله، الحمد لله والشكر لله. انت اكتر والله. الدنيا اشتغلت الفترة اللي فاتت، الحمد لله والشكر لله. يعني بعد فترة في الأول كان فيها عدم توفيق، بالرغم من إن البنك كان بيقدم أداء جيد جدا، بس النتائج كان معاكسة. أعتقد الفترة اللي فاتت الدنيا اتحسنت. والله ما زي ما انت بتقول كده، هو توفيق ربنا الحمد لله. م. يمكن احنا النادي الوحيد اللي احنا قابلنا سوء توفيق في المباريات في الاول، لكن بتلعب كل الفرق بصراحه اللي هي كانت جاهزه فنيا وبدنيا. كل الزمالك والاهلي والسيراميكا وبيراميدز خدتهم انت في الاول كده ولكن الحمد لله ممكن انت تكون عملت اداء كويس، ولكن النتائج ما كانتش احسن حاجه، مع اننا كنا الافضل في معظم المباريات. مش عايز اقول برضو في مباريات اتظلمنا فيها، ولكن الحمد لله يمكن كسبنا احترام الناس يعني بشهاده الجميع، يعني الحمد لله. الطموحات فين دلوقتي يا كابتن طارق؟ لا خلينا نمشي خطوه خطوه. هو الطموح طبعا من بدري ان احنا عايزين نخش في التسعه، لانك انت بتلعب دوري مختلف يا انت ما بتلعبش دوري السنه دي. هو دوري استثنائي وبتلعبه بكل المباريات مباريات كاس، وانا قلت كده من البدايه خالص. ايوه، اول ما اتحط الجدول واتحطت النظام اللي هيتلعب بيه السنه دي، فصعب على الكل، وصعب على الاهلي والزمالك، وصعب على الناس اللي طالعه حتى بالتحت. انك انت في الاول والاخر عايز تلم اكبر عدد نقاط في عدد معين من المباريات، 17 مباراه، فمحتاج ان انت ما تتحطش تحت ضغوط الهبوط، لان اتحط تحت ضغوط منافسه ومنافسه شريفه ومنافسه حلوه، وعلى مركز وطموحك يكبر مع الوقت، لانك انت بتطلع بنقاطك. فكل كلامي كان مع اللاعبين على الشكل دوت، والحمد لله يمكن اداره النادي كمان بصراحه، اللي هو اشرف نصار ومحمد عبد المنعم واداره النادي بصراحه مش بيبخلوا علينا باي حاجه، ونفسهم يعملوا حاجه، لان البنك الاهلي من ساعه ما صعد، والبنك الاهلي دايما كل سنه بيعاني. الحمد لله من الموسم الماضي احنا قعدنا يمكن قعدنا قبل الدوري ما ينتهي باربع خمس مباريات، ودي في حد ذاتها كانت حاجه الحمد لله كويسه، ولكن عندنا بقى الطموح دايما بيكبر. ابراهيم انت عارف، كل ما بتروح خطوه لقدام بتبص بقى للي فوقيك، بتبص للي فوقيك. صحيح. فاتمنى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه، والتوفيق يفضل محالفنا يعني. خاصه يا هيما ان احنا الثلاث مباريات اللي فاتوا دول حاله طرد غريبه، يعني في الجونه حالتين طرد، بتلعب 30 دقيقه ناقص 2 لعيبه. في الجونه صعب جدا. ماتش بتاع بتروجيت اول 35 دقيقه الشوط الاولاني طرد، طرد صح، انا بتاع بتروجيت طرد كريم، طرد الجزار، طرد كريم. ولكن برضه امبارح طرد هشام صلاح، بصراحه يعني الناس كلها شافتها، والناس كلها، انا حتى كلمت بعض الناس الحكام الكبار، لا هي ما تستحقش انذار ثاني وطرد، وبتلعب 20 دقيقه ناقص برضه مع انبي فريق محترم جدا. فبالتالي ساعات انت سبحان الله زي ما انت بتقول كده، كنا بنأدي وبنشتغل والتوفيق مش محالفنا، ولكن برضه انت بتلعب وقت كبير جدا وانت ناقص في 3 مباريات، 4 لعيبه في 3 مباريات، وبتطلع بالمباراه الحمد لله يعني الى بر الامان زي ما بيقولوا، او ان انت تكسب في ال3 مباريات تاخد 6 نقاط. فدي حاجه تحسب للاعبين وتحسب للجهاز الفني والطبي والاداري، الحمد لله والشكر لله يعني. كابتن طارق، واحد من اهم نجوم نادي الزمالك، رايك ايه في الوضع في الزمالك دلوقتي؟ بصراحه زعلان وحزين، لان الزمالك ما يستناش لعيب، الزمالك ما يستناش للاخر عشان يجيب صفقات. الزمالك جمهوره كبير ويستحق اكتر من كده. الزمالك تراكمات سنوات بامانه، ولكن ما بتصلحش للاسف، كل مره بتسوق. نادي الزمالك عشان الجمهور يبقى عارف وما يستعجلش، وانا كل كلامي دايما ابراهيم انت عارفني واضح وصريح، لازم الناس اللي مسؤولين حاليا والمحبين حاليا ما تضحكش على الجمهور. انت تعمل مشروع، تقول انا هعمل مشروع زي الفرق الكبيره ما بتعمل. انا كنت موجود في دوري قوي، وحصل كتير كده للوداد، وحصل كتير كده للرجاء. حط كده، قول للناس، قول للجمهور، قول للدنيا كلها ان انت هتعمل مشروع.
امكانيات اللعيبه الموهوبه قلت، بس لازم تجيب اللي يناسب نادي الزمالك وما تجيبش وخلاص. نادي الزمالك جاب 16 17 لعيب اول السنه، مع احترامي مع احترامي مع احترامي مع احترامي، ناقص كتير جدا 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 في الملعب. ما ينفعش نادي الزمالك ما انت حسيت بده كابتن طارق وانت بتواجه الزمالك؟ ده انا تخيل ان انا الفرقه الوحيده اللي واجهت الزمالك والزمالك كامل. كان موجود كله موجودين وكلهم فورم عاليه جدا بدنيا وفنيا ونفسيا كمان في البطوله افريقيا والسوبر، وجاي يعني جاهزين جدا. كان عبد الله موجود وكان ناصر موجود وكان الجزيري موجود وكان كل شيء كان موجود، كل الناس كانت موجوده. يعني ما كانش في عندهم نقص خالص. فبالتالي انا بشوف ابراهيم والله العظيم، عشان الناس بس بتقعد تطلع وتتكلم وتقول لا، انت لازم تعمل بلان، لازم تعمل مشروع، لازم تعرف ناقصك ايه وتجيب اللعيب اللي امكانياته تناسب نادي الزمالك. اللي امكانياته تناسب نادي الزمالك ممكن يكون لعيب ده من الدرجه الثانيه. احنا كلنا وانا واحد منهم ما كنا كلنا جايين من الدرجه الثانيه. يعني انا جاي من شرقيه الدخان، انا وعبد الحليم وحسام عبد المنعم. يا جماعه مش شرط تجيب لعيب اسم او لعيب كبير او لعيب، معلش مع احترامي، ده لعيبه مصر كلها دلوقتي، لعيبه مصر كلها. انا بشوف ان احسن لعيب في مصر دلوقتي هو عبد الله السعيد. سيبنا عبد الله السعيد، شوف عبد الله السعيد لما يكون عبد الله السعيد 40 سنه 41 سنه وحاليا احسن لعيب في مصر. لا، هي في مشكله في الكره المصريه كلها يا جماعه. ايوه بامانه انا بكلمك بامانه. ولكن نادي الزمالك تحديدا يا ابراهيم لازم 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 هو نادي الزمالك طبعا بتاريخه وامكانياته واسمه وجمهوره هياخد بطوله. بس تعمل الصح. تعمل الصح ايه؟ اللي انا اقول للناس في المشروع ده سنتين او 3 سنين، وتحط المدرب المناسب للمشروع، تبقى انت عارف 1 2 3. والحاجه الثانيه تجيب اللعيبه اللي تناسب امكانيات نادي الزمالك، اللعيبه اللي عندها حلول، اللعيبه اللي تعمل لك الفرق. وما تقولش انا اجيب بس ده عشان ما اعملش مشكله في اوضه اللبس. لا ما اجيب، لا. طب لو مدرب عنده شخصيه لو مدرب عنده شخصيه ايوه وقويه وبيعمل العدل، صدقني الدنيا هتمشي. طب سؤال يا كابتن طارق بمناسبه اوضه اللبس، انت موضوع زيزو ده موضوع عامل قلو لجمهور الزمالك، يعني الناس مش فاهمه هو ايه الصح في القصه دي، ما بين ان الناس خايفه على فرقتها وعايزين كل اللعيبه المميزين اللي اكيد من ضمنهم زيزو يبقوا موجودين، ومن ناحيه تانية لا احنا ليه حد يقعد يتحكم فينا وازاي الفرقه تبقى واقفه على لعيب. انت وجهه نظرك يا كابتن طارق؟ بص، هو ليه حد يتحكم فينا دي اداره اتاخرت في قرار كانت لازم تتاخده من بدري. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الارقام اللي انا بسمعها مبالغ فيها جدا 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 جدا، مش زيزو بس، لكل الكره المصريه بامانه، كل لاعب في الدوري. الحاجه بقى ابراهيم ان زيزو بصراحه انا وجهه نظري يعني ان زيزو استحمل كتير 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 في نادي الزمالك. زيزو اللاعب الوحيد اعتقد مع شيكا اللي كان موجود في وسط موجودين فرقه كوره تاخد افريقيا اكتر من كام سنه، اكتر من كذا سنه. انت بتتكلم على سياسي، بتتكلم على بن شرقي، بتتكلم على طارق حامد، بتتكلم على امام عاشور لما كان موجود، على عاشور ومصطفى محمد ومصطفى فتحي. بتتكلم على يعني بصراحه كان يجي نادي الزمالك يقعد مثلا ايه مش اقل من 5 6 سنين ياخد البطولات كلها بصراحه بامانه الله. فاللي حصل في الوقت ده تراكمات سابقه ومشاكل كثيره جدا ومفيش عدل وعدم نظام وعدم التزام داخل النادي كله. خلينا نتكلم بصراحه، حط النقط على بعض عشان تمشي. ولكن زيزو برضو يعني انا بقول استحمل كتير، ولكن في وقت من الاوقات كان لازم على اداره النادي وعلى زيزو وعلى والد زيزو يكون في حكمه هنا، يكون في صراحه هنا مع الجمهور، في وضوح مع الجمهور. يا زيزو احنا ممكن تطلع وقت من الاوقات جاله 8 مليون و10 مليون وتطلع يا زيزو والنادي يستفاد وزيزو يستفاد لما عملوا زيزو في الفتره السابقه. ولكن بصراحه بامانه الله انا بقى كاداره نادي او كمدير تعاقدات او مسؤول او محب النادي الزمالك، تعالى يا زيزو انا 1 2 3 على طول. انت نادي الزمالك ما بيوقفش على اي لعيب. ايوه نادي الزمالك دايما هو النادي الاهلي، الانديه الكبيره ديت ما بتوقفش على اي لعيب. انا قلت لك واديتك امثله كتيره جدا الناس بتيجي من الدرجه الثانيه. انت تعالى بقى نادي الزمالك دلوقتي كاداره، معلش انا اتعلم من اخطائي السابقه. انا تعالى والله انا هعمل الجديد كله اللي جاي، هعمل فئات. الفئه الاولى بتقول 1 2 3 انك لازم تلعب عدد مباريات معين، لازم تبقى تروح منتخب، لازم تاخد بطولات، لازم هتاخد المبلغ ده.
والمبلغ ده ما يزيدش عن كذا. انت بقى تعالى بقى الفئه الثانيه اللي هي بتجيبها من اللعيبه من الدرجه الثانيه عشان يطلع للفئه الاولى. انا مثلا اديت الفئه الاولى 10 مليون، هذه الفئه الثانيه 7 مليون، هذه الفئه اللي هو الاولاد اللي طالعين من الناشئين 4 مليون. انت عشان تطلع دي وتوصل لدي ليها بنود وليها شروط ولازم تحققها عشان تطلع لديت. الموضوع يا جماعه نادي الزمالك لازم الناس تفكر مش دلوقتي، مش هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه بعد سنه، بعد 6 شهور، ايه اللي لا لازم كده. معلش انت هتفكر بيوم بيومه، معلش انت مش موظف داخل ورايح لا. نادي الزمالك يا جماعه، نادي الزمالك حرام جمهور نادي الزمالك ده. صدقني الفتره الاخيره اللي قبل جروس، عشان تبقى فاهم برضه، اللي قبل جروس الفتره الاخيره البعيده دي الزمالك كان بيكسب بجمهوره صدقني والله بجمهوره. فمعلش انا ما بحبش كابتن طارق، انا في حاجه انا قلتها قبل كده وبتمنى اشوفها في وقت من الاوقات، امتى الله اعلم. بتمنى اشوف كابتن طارق مصطفى مدير فني نادي الزمالك. يعني بحس ان كابتن طارق مصطفى لو اخذ الفرصه دي لا هيعمل شكل مختلف. هل بتشوف يا كابتن طارق ان الفرصه دي ممكن تكون قربت؟ بص يا طبعا انا بشكرك طبعا، يعني على دعمك ليا وعلى ان انت تحب، ان انت واحد من المحبين ليا بشكل عام يعني للكره المصريه. انا بشوف يا ابراهيم يعني الخطوه دي انا بشوف ان اتاخرت كتير، بس انا والله العظيم مش من النوع اللي انا بسعى ليه عشان اروحها. ليه؟ لان بقول ربنا سبحانه وتعالى هو وقت ما هيكتب لي الخير في الوقت ده المناسب ان انا اروح، والكل يبقى عايز طارق مصطفى. خلي بالك نقطه مهمه جدا، لان انا عارف الكواليس، لان ناس كتير جدا جوه النادي هتزعل مني، لان انا شخصيتي مختلفه. انا ما بحبش الدلع يا ابراهيم، انا ما بحبش تطلع القاب انت كجمهور على لعيبه ما باخدش بطوله. ما تقعدش تقول لي كذا وكذا وكذا وتطلع لي القاب، انا ما بحبش دي. انا اول يوم جالي سيد نيمار هنا قلت له الناس اللعيبه، قلت له يا ابني انت ما اسمكش سيد نيمار، انت اسمك سيد عبد الله، معايا اسمك سيد عبد الله. انا ما بحبش الالقاب ديت دلوقتي دي. الالقاب دي اما 1 2 3 ايه يا جماعه في ايه؟ فجمهور نادي الزمالك انا بعشقه جدا وبشكره جدا على دعمه ليا في الفتره الاخيره، ولكن برضه يا ابراهيم حط النظام يمشي على الكل. في عدل، انت صحيح. ما جيتش، انت عملت، انت سويت، كل واحد ياخد حقه. انا خلي بالك النقطه اللي بقولها لك قبل دي، ان تعالى بقى للنادي الاهلي. معلش انا ربطت دي بدي برضه. النادي الاهلي يا ما مشي من عنده عبد الله السعيد ويا ما مشي من عنده احمد فتحي، النادي الاهلي كان عامل ايه؟ كان عامل اعلى لعيب في النادي الاهلي 11 مليون. صح؟ مظبوط. اللي كان بيطلب اكتر من كده النادي الاهلي كان بيقول له شكرا، اللي كان بيدور على حاجه تاني. وحصلت عبد الله السعيد ساعه ما مشي ومضى المستشار مرتضى ساعتها مضاه، وبعدين مشي وبعدين راح بيراميدز، وبعدين راح احمد فتحي نفس الشيء. حسام عاشور وايه، ولاعيبه كبار ولاعيبه منتخب ولاعيبه دوليه ولاعيبه ادت كتير للنادي الاهلي. حط تعمل كده، اهلا وسهلا، كذا 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 كذا، عجبك مش عجبك خلاص. مش حد يا ابراهيم ولا لعيب في الدنيا كلها مش بس في الزمالك يقدر على نادي. تمام يا كابتن طارق، صباحك زي الورد ويومك عسل وكل التوفيق يا رب ليك الفتره اللي جايه. حبيبي الله يخليك يا ايمن، شكرا ليك وللساده المستمعين. كل الشكر للكابتن طارق مصطفى.